وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في قوله تعالى في سورة التغابن: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. لماذا جمع الله تعالى بين الوصية بالعفو والصفح والمغفرة؟ وما الفارق بين هذه الثلاثة رغم تقارب معانيها، العفو والصفح والمغفرة؟ ما الفارق بينهم؟ في هذه الآية الله عز وجل يبين لنا أن من الأزواج والأولاد ما تكون منه بعض الحماقات أو تحدث منه بعض المخالفات، بما يعني يفسر أو يكون أو يؤول إلى عداوة. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. العداوة إنما تكون بالمخالفة والمضادة وعدم الطاعة والمشاقة واتخاذ طريق مخالف لطريق رب البيت وهو الزوج أو الأب. فالزوجة تسلك طريقا مخالفا معاندا ولا تطيع زوجها وتأتي بمخالفات أو تفعل بعض الحماقات أو بعض النشوز، والولد كذلك قد يكون منه بعض العقوق وبعض المخالفة وعدم الطاعة والانشقاق عما يوصيه به الوالد، أو يكون منه بعض ما يفسر على أنه عداوة من الإساءة لوالديه وما إلى ذلك. ومع ذلك كله فالله سبحانه وتعالى بماذا يوصي؟ يوصي بالحذر. لا تأمن كل الأمن لأهلك وأولادك، لا تأمن كل الأمن، كن حذرا حتى مع أصفى الناس لك. يأمر بالحذر. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. احذروا عداوتهم واحذروا ما يكون منهم من أمور. فالرجل قد يأمن لزوجته وقد ترتكب حماقة تحملها الغيرة أو ما إلى ذلك فتقتل زوجها أو تفعل فعلا شنيعا أو تضره أو تؤذيه، فعليك أن تكون حذرا. والولد قد يريد مالا من أبيه فيمنعه فيسرق منه يأخذه، أو قد يؤدي ذلك إلى أن يقتله أو ما إلى ذلك. فإذا لا تأمن لزوجة أو لولد أو كذا، خاصة إذا ظهرت منهم علامات الشقاق وعلامات العداوة وعلامات المخالفة. طيب، وسبحان الله مع هذا كله ومع الأمر بالحذر ومع احتمال وقوع العداوة، فانظر سبحان الله بماذا يوصي الله عز وجل في محيط الأسرة وذوي الأرحام وفي محيط الآل والأهل. يقول يوصي بالعفو والصفح والمغفرة، فيقول وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ونلاحظ أن الله عز وجل أتى بالأمر بالحذر أمرا صارما جازما، أمرا حقيقيا. فاحذروهم، أسلوب إنشائي، أمر غرضه التحذير والإرشاد. فاحذروهم. أما في الوصية بالإحسان وكذا فندب إلى ذلك واستعمل إن الشرطية، وإن يكن منكم عفو وصفح ومغفرة
فهو خير لكم هذا التقدير، وتأسوا بالله عز وجل فإن الله غفور رحيم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فيا ترى ما الفارق بين العفو والصفح والمغفرة، ولماذا جمع الله تعالى بين الثلاثة؟ قال وإن تعفوا. العفو هو ترك العقاب، العفو هو ترك العقاب، ولكن قد يكون معه لوم وعتاب. فأنت قد تعفو عن الزوجة في إساءتها، وقد تعفو عن الولد في إساءته وعقوقه، ولكن هذا لا يمنع أن تعاتبه وأن تؤاخذه وأن تقول له لماذا فعلت كذا وكذا، وهذا خطأ وهذا لا يصلح. فهذا العفو لا يمنع أن يكون هناك عتاب. فالعفو هو ترك العقاب مع وجود العتاب. طيب هذا هو العفو. إن تعفو وتصفحوا، الصفح منزلة أعلى، وهو عفو بغير عتاب ولا حساب. يعني رغب في العفو وهو أن تلوم وتعاتب وكذا، ثم تترك المعاقبة، ثم رغب في مرتبة أعلى وهي الصفح. وهي الصفح أن ترتقي أو أن تعفو أولا ثم ترتقي بعد ذلك إلى مرتبة الصفح، وهو أن لا يكون في نفسك شيء، أن تصفح، تعفو وتسامح، ويعني تترك الضغينة بغير مؤاخذة وبغير معاقبة وبغير معاتبة أيضا، فتترك المعاتبة. أما المغفرة تعفو وتصفح وتغفر، فالمغفرة من غفر الشيء أي غطاه، ويقال وستره. الغفر هو الستر والتغطية. ويقال الفارس أو المحارب يلبس المغفر، هذا ما يلبسه ليتقي به الضرب وكذا، فهو يستره. فالمغفرة تعني الستر. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، هذه منزلة أعلى. المنزلة الأولى هي العفو، يعني أن يترك العقاب مع بعض العتاب واللوم. المنزلة الأعلى بعد ذلك هي الصفح، أن يسامح، ويعني ألا يكون في قلبي ضغينة، وأن يترك المعاقبة ويترك المعاتبة أيضا واللوم. المرتبة الأعلى أن يستر هذا الفعل، ويعني يمحوه كأنه لم يكن، ولا يتحدث به ولا ينشره، بل يستره ويعني يمحو ذكره أصلا. سبحان الله. هذا لكي تدوم أواصر المحبة في الأسرة وبين الأهل والآل والرحم، فلا يصلح الحال في الأسر وبين ذوي الأرحام وبين الأهل إلا بذلك، بالعفو والصفح والمغفرة. وهذا كله لا يمنع من الحذر، أن تكون حذرا، فهنا أمر جازم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ويتأكد ذلك إذا كانت المخالفة في دين الله عز وجل، وإذا كانت المخالفة في أوامر الله عز وجل، فحينئذ يكون الحذر شديدا. نسأل الله عز وجل أن يصلح بيوتنا، وأن يصلح بين أهلينا وأسرنا وأرحامنا. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما.